السلام عليكم. تعالي النهارده اقولك ازاي تعملي البتنجان المخلل بكل اسراره وتركاته. اقولك ازاي يطلع معاكي احمر كده من غير ما نحط له بنجر ولا اي حاجه. رهيب يا جماعه، احلى بتنجان هتعمليه والقلب بتاعه احمر تحفه. وهقولك على الدقه الخطيره، يعني هقولك على كل الاسرار وكل التركات عشان تعملي بتنجان مخلل يطلع معاكي تحفه. لايك وشير وسبسكرايب، وتعالوا نشوف البتنجان المخلل المسلوق هنعمله ازاي. سميت الله وجبت البتنجان، جبت نوعين من البتنجان، جبت الاسود وجبت المخدد. هبدا ان انا اشيل راس البتنجانيه من غير سكينه خالص، احنا ولا هنشقه ولا هنقطعه بالسكينه. اسمعي بس الكلام والخطوات والتركات عشان تطلعي احلى مخلل بتنجان. طبعا غسلت البتنجان كويس وحطيت حله على النار فيها ميه. اول ما الميه غليت حطيت معلقه من البابريكا، معلقه من الكمون، معلقه من الثوم المفروم، وربع فنجان خل، ومعايا معلقتين من الزيت عشان يدي البتنجان لمعه. نزلت بالبتنجان وبغطيه بطبق صيني كده علشان يغطس البتنجان لتحت وكله يستوي سوا واحد. سويته 3/4 سوا، ما تزوديش اكتر من كده عشان القشره الخارجيه ما تقشرش. بصفيه من الميه وبطلعه وشايفين شكله تحفه. تعالوا بقى نحضر التتبيله اللي هنتبل بيها البتنجان المخلل. معايا عصير ليمون، كل ما تكتري الليمون كل ما يديكي نتيجه حلوه. معايا 3 قرون فلفل احمر، حبه سبايسي مفيش مشكله. حطيت ملح، حطيت كمون، حطيت بابريكا عشان تدي لون حلو، ومعلقتين زيت، وحطيت كمان معلقتين من الخل. هي دي التتبيله بتاعتنا. هقلب كل الكلام ده مع بعضه، والتتبيله دي لونها تحفه تحفه. طبعا الفلفل الاحمر بيديها لون حلو، والبابريكا كمان بتديها لون حلو. جبت البتنجان وفتحته كده من النص وبدأت اللي انا احشيه. لو كنت وصلتي معايا لغايه كده ما تنسيش لايك وشير ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الخل اللي احنا حطيناه بيخلي قلب البتنجانه ابيض زي ما حضرتك شايفه كده. وعلشان تستمتعي بقى بالمخلل البتنجان لازم تسيبيه ليله كامله في التلاجة، وتاني يوم تاكليه عشان ياخد ويدي كده بطعم الدقه اللي احنا عملناها. جبت علبة تلاجة وبدأت ان انا ارص البتنجان، فوضت كده معلقتين 3 من الدقة اللي انا عملتها، وحطيت 3 4 كبشات من المية اللي انا سلقت بيها البتنجان. طبعا المية دي متحيقة ومتظبطة، لو لقيتيها محتاجة ملح حطي ملح. بنزل بقى بالمية دي على البتنجان وسيبيه بقى ليلة كاملة في التلاجة. خطير. تاني يوم بقى افتحي وكلي، ما شاء الله تبارك الله. حطيت قشر الليمون اللي انا عصرته على الوش كده. وتعالي شوفي الجمال والحلاوه، الميه اللي نزلت دي رهيبه يا جماعه. احلى بتنجان مخلل مسلوق هتاكليه. شايفين اللون الموف؟ تحفه تحفه تحفه، خطير. جنبي سندوتش فول، سندوتش طعميه، طبق ملوخيه، طبق عدس، رهيب. جربوه وانا واثقه ان شاء الله ان البتنجان ده هيعجبكم. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل